صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد فين عند استاذ تامر وجيه في الازهر. احنا فين دلوقتي؟ احنا في المول. صورت لكم الفيديو اللي فات، خدنا المول من تحت لحد اخر دور وصورت لكم كل الخامات وكل الانواع الموجوده عند استاذ تامر وجيه، ابتداء من تحت من الدور الاول الستاير زي ما انتم شايفين كده وقماش التنجيد، للدور الثاني عمريه بورصه مفتوح، عمريه بورصه مقفول، للدور الثالث التبراك والسوبر تبراك وكل الخامات اللي انتم متعودين تشوفوها عند استاذ تامر وجيه. بس خلينا نبدا بالفرع الجديد ده اللي هو يعتبر اول حاجه، يعني ده بالنسبه لاستاذ تامر وجيه. احنا مش متعودين على الستاير وقماش التنجيد والقصه ده، فخلينا نبدا بقماش التنجيد والستاير لانه هو ده في الدور الاول. اول ما هتدخلي المول هتشوفي الشكل اللي انت شايفاه ده بكل الخامات والماتيريال اللي موجود فيه، كمان مكرميات للديكورات، كل التفاصيل ده. مش عايزه اطول عليكم المقدمه اكتر من كده، بس تعالوا بينا اللي في الكاميرا ونشوف اسعار الخامات ايه، اسعار الستاير، اسعار قماش التنجيد، كل التفاصيل ده. بعد كده الفيديو اللي بعده ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الدور الثاني بالخامات اللي موجوده فيه، الفيديو اللي بعده الدور الثالث بالخامات اللي موجوده فيه. يلا بينا اللي في الكاميرا. بس اول مره بتشوفينا ما تنسونيش لايك وشير سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. ويلا بينا نبدا الفيديو. ده 120. تمام. ده 120. 120 دي حاجات كلها منها فيها مشغوله كده. الناس برضه اللي بتحب الشغل المطرز. ده عامل 100. ده عامل 100. الرسمه دي عامله 100. الجزء اللي فوق ده دي حلوه قوي قوي، دي اللي احنا قلنا عليها 120. دي حلوه قوي، والعنبه اللي جنبها برضو حلوه. دي برضو 120. ماشي. عندك الجزء اللي فوق ده كله برضو 120 جنيه. خلينا بقى نقرب عشان في حاجات على ذهبي. بص اللي على افوايت ما بين الذهبي والذهبي دي روعه، شياكه الشياكه يعني. اللي فيها بليج، الحاجات اللي فيها بليج حاسه ان انا بجد واقفه قدام فستان عروسه مش ستاره. الشغل ده برضو من الشغل احسن حاجه نازله. احنا كده لحد دي كده، لحد كده. دي 120 برضو. ده 120. في ده 120 برضو. في الحاجات دي عامله 100 جنيه. يعني احنا نقدر نقول ان اولنا 100. ده اولنا 100 في اسعار الستاير بالظبط. وعندي ب 80 جنيه وعندي ب 70 جنيه. عندي كل هنا موجود. هعرفها لك في الفيديو برضه. ماشي. يعني عندي حاجه زي دي كده 80 جنيه دي. ده طبعا اي حد يجي على الفيديو. عندي حاجه زي كده برضه. كملوا الفيديو عشان انا مش سايباكم. انا عارفه ان دماغكم بتدور فيها حاجه تانية. الستاير اللي احنا صورناها في العرض ده اسعارها ايه؟ السؤال اللي بيدور في دماغي اكيد بيدور في دماغكم. هنرجع لسعرها وهنقول لكم على كل حاجه، بس كملوا الفيديو للاخر. ده برضه عامله 120. تمام. دي 120 برضه. حلو جدا. حلو جدا. هنضحي بقى. يعني في بقى تشكيل روعه وفي قمه الجمال واشكال كتير في متناولك ان انت تقدري تختاري حاجه تناسب ذوقك في سعر ال 120 ان شاء الله. برضه اي حد طبعا كل الستاير ده العرض عرضيه برضه عن 120 ان شاء الله باذن الله. انا عايزه اشوف ده حلو. طب ده سعره كام؟ ده 120 برضه على طول. اتحداك ان حد يبقى على طول. اللي انا شاورت عليه عشان عارفه ان رسمته حلوه قوي، فانا اعتقدت ان ممكن نقول سعر اعلى فيه، فقلت كده ايه القطه بسرعه. انا عايزه اوريهم تفصيله الرسمه. بصوا عامله ازاي. بصوا ثواني. ده الكنار بتاعها من تحت. وريني كده بقى يا محمد. تقول له الطري برضه مش ناشف. انا عشان انا مسكتها على فكره من قبل ما تفردها، عشان كده قلت لك قول لي سعرها. يعني انا اعتقدت ان هي تبقى سعرها عالي شويه عن كده. عندي حاجه زي كده برضه. في حاجه برضه عايزه اشاور لك عليها، تقول لي سعرها ايه. دي احنا ما قلناش عليها. دي سعرها عام 145. انا ليا نظره برضه. هي على كتان. ده على كتانه صح كده. بتفضل محطوط كده بس في الرصه دي. بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان بجد زي ما انا عيني شافت التوب كده وعرفت ان هو اكيد سعره اعلى، اكيد انتوا برضو بعينيكم هتشوفوا الماتيريال وتقدروا تقيموا الحاجه وتشوفوها. انا اصلا بسمع اسعار في الفيديوهات على اليوتيوب في الستاير ده اسعار واو قوي، فانا بجد يعني اسعار التول يعتبر في المتناول يعني. وعايزاكم برضو تكتبوا لي تحت في التعليقات. احنا كده قلنا ده يا محمد كده كل ده كده 120. 120 الفيديو برضه هيتعمل معاه واجب والسعر هيتظبط وفي خصم على التفصيل وخصم على كل حاجه ان شاء الله. اصل خلي بالك هيعملوا ايه بقى متابعين بقى. اعرفك بقى دماغ متابعين بيروحوا واخدين سكرين وحافظين السعر اللي انت عمال تقوله، وبعدين يجي لك هنا تقول له سعر تاني غير اللي سمعه في الفيديو بيزعل. فمش عايزاهم يجوا هنا ويمشوا زعلانين. احنا جايين على حس استاذ تامر، فبص عايزين ايه سمعتنا اللي بنصور بقى على اليوتيوب تفضل زي ما هي ما نغيرهاش. بصي برضه صوري كده اشكال برضه. ده اللي على طول ده اديني سعر ده.
عامله 140 برضه. ده بسيطه قوي 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 يعني، ده حاجه في قمه البساطه. بص هي كلها ساده، فيها التطريزه دي بس، وكنار واحد من تحت بسيط برضو مش عريض كده. احنا 120. ده في شغل جديد برضه لسه ما اتعرضش. ده 120. ايه اللي انت قلت لي عليه هنا كان 100 ده؟ لا الرسمه دي عامله 100 ده وده عامل 100. دول عاملين 100. قلت لي في حاجه عامله 70 و80. انا مستنيه اشوفها. صوري برضه الاشكال دي كلها. لا ده احنا لو قعدنا نصور فيديو بتاع انا مش عارفه ليه كنت متخيله ان الفيديو الستاير مش هيطول معايا قوي كده. يعني كنت بفكر ادمج فيديوهين مع بعض، الستاير والدور اللي بعده على طول بتاع الملايات، لكن مش هينفع خالص. ما شاء الله التشكيل عنده واسع، يستاهل ان احنا نصوره لوحده. بس ما تملوش انتوا بقى من كتر التشكيل اللي موجود. ده كله كتانات. هوريكي بقى رسمه صغيره كده. بص الشغل ده، وفي رسمه اهي. بص كده اللي فوق ده اهي، تحسها بص الرسمه دي بسيطه وسيمبل قوي. ثواني هقرب، هعمل زوم بس كده على الرسومات. ماشي يا محمد معايا. هي دي في منها البيضه على فكره صح؟ مش هي اللي فوق البيضه دي؟ ده الكافيه بتاعها. بص الشغل ده، ده بيكون على كتان تركي. بص الشكل ده ماتيريال تاني خالص. انا عارفه ان الماتيريال هو اصلا يعني بس قريب لبعضه على فكره. بص ده هو اصلا نازل منه كوفرتات سراير، فهو نازل منه ستاير ونازل منه ستاير بتاع ده سراير. بصوا ده بيبقى عرضه كام؟ بيكون عرضه 82. 82. وماشي الكوفرتات برضو بتاع السراير اللي انتم متعودين تشوفوه معايا برضو بيبقى 2 متر 80. دماغك في ده موجود، مش عايزه ده وعايزه حاجات بسيطه كده زي دي هتلاقيها موجوده. عايزه حاجه على قطيفه زي كده موجوده عندك في الحلقه اللي هي الحديد هتلاقوها موجوده. ده القطيفه الهامر صح؟ ده القطيفه الهامر التركي. بس خلينا بعد عشان اجيب لكم درجه اللون بالظبط. هي اللون العسلي كده. هتعبك ممكن ننزل التوب ده. دي تبعكم؟ دي تبعنا. حلوه قوي دي. ده كتان بلد. ده حلو قوي ده. عارفين بقى انتوا ممكن تعملوا من ده ايه؟ ممكن تعملوا منه اللي هي بياضات بمناديل وللظهر. لو حد عايز ينفذ تنجيد برضه بنشد انتنات وركن. تمام. نعمل كسوه. لو عايز يعمل كسوه ده تنفذنا برضه. انا في حد طالب مني الجلد المقلوب. الجلد المقلوب عندنا اوريك كله مش التنجيد. بالنسبه لقماش الستاره خلينا بقى في التقيل ده اللي هو ده العسلي. لا بس في عندي منه خامات. تمام. يعني عندي تقيل وعندي خفيف. اللي في العرض ده ايه؟ دي المستورده بس خفيفه شويه. تمام. وعندي الخامه دي كده اسمها بوليفار، عرض 3 متر. بص الخامه هتلاقيها تقيله. ايوه حرفيا فعلا تقيله جدا. تكون مطفيه ما فيهاش لمعه وما تحسش فيها مطه. التانية متهيألي اللي هي بتبقى الرخيصه شويه بتبقى فيها مطه. فيها مطه شويه. في خامه قطيفه رخيصه جدا احنا ما بنشتغلش فيها. بس انا عايزه اقول ان دي ماسكه نفسها والقطيفه بتاعتها فعلا ما فيهاش لمعه عاليه. يعني بصوا ده من دي بس اللي شغلها موديل. على فكره اللي في ايدك دي فيها لمعه. ده اللي صح كده؟ دي اللمعه. بتمط شويه. وهتلاقيها خف سنه. طبعا هي خلي بالكم هي مش وحشه. هي مش وحشه قوي. دي جميله جدا. بس في حد بيحب يكون فيها لمعه. تمام. وفي حد عايزها على مطف كده. في حد بيكون برضه عايز الخامه تقيله. تمام. وفي حد مش فارق له قوي، اصل هي كده كده في النهايه مش هتشوف اللي وراها. طب نعرف بقى السعر ده كام؟ ده بتتباع ب 170 جنيه، عندنا احنا ب 120 جنيه بالنسبه للماتيريال. دي ب 120 اللي هي الخفيفه. التقيله دي بقى اللي هي مطفيه. دي مش خفيفه، دي تقيله. انا عارفه ان هي تقيله. انا بالنسبه لي وانا ماسكاها هي تقيله بالزبط. هي فيها لمعه برضه. في بقى البلوفار ده العرض عرضين بيتباع ب 270 والشغل ده احنا عندنا 160 جنيه بس. يبقى ده 160 وده 120. ده 120. في نوع في حد يجي من على الفيديو. ماشي. ده كده في خامه وسط تاني ما بينهم ولا كده خلاص؟ بالنسبه للقطيفه في قطيفه عندي تانية اسمها هامر. تمام. زي كده اهي. العسل ده العسل اللي في العرض. ده اللي في العرض بس شكلها حلو جدا على فكره في التفصيل، رغم ان هي اخف حاجه عندك فيها في القطيفه صح؟ بالظبط.
واقل سعر. كل سعر ده كام بقى؟ 110. ده عامل 110. بكل ده ألوانه؟ وكل اشكالها. بالنسبه برضه في كتان، ماشي. عشان في ناس بتحب الكتان ودلوقتي طلع ترند، بيكونوا عاملين. طب معلش هوضح بس الوان القطيفه. بص نفس الدرجه العسل اهو، لكن هتلاقوها في الاغلى. ده بكام بقى؟ دي عامله 160. ده البلوفار اللي هو التقيل. ده التقيل الوانه هو اللي ب 160، اللي هو اعلى حاجه في كل القطيف. الوانه ايه؟ يعني انا كده لو في لون مش موجود انت تقدر توفره يعني عادي. اكيد المعرض المول فوق كله الوان، هنا بس مجرد عرض. ماشي. كل الوان القطيفه هتلاقوها عندي. هندخل بقى على الكتانات. في بقى الناس اللي بتحب الكتان، مبدئيا عندي كتان اسمه بلاك اوت. بلاك اوت ده بيديك تعديل 100%، عازل للإضاءة او عازل للحراره. وده ستاير ولا تنجيد؟ لا ده ستاير، اسمه كتان بلاك اوت. طبعا الناس اللي بتتفرج على الفيديو بتاع الستاير عارفين يعني ايه بلاك اوت. ده بيكون عرض عرضي. يعني ايه بلاك اوت بقى النفس؟ انا في هنا حد ما بيحبش الشمس، ما بيحبش الاضاءه، اه. عايز ستاره تديك تعديل 100%. اي خامه عشان تعرفيها البلاك اوت الاصلي مش الاصلي. يعني بص هنا الفلاش بيعدي، تمام. هنا الفلاش ما يعديش. تمام. عتمه 100%. 100% عازل ضوء وعازل حراره. تمام. ده بيكون عرض عرضين، بيتباع ب 500، عندنا احنا 350 جنيه. تمام. البلاك اوت التقيل عرض 3 متر. عرض 3 متر. ماشي. تمام. ماشي. عندي الكتان العادي اهو، خامته تقيله قوي ومحمله كده. بلاك اوت امريكي. خيوط كده تحسها جوه بعضها قوي. عندي الكتان التقيل برضو، ده الكتان العادي اهو، بيكون عارف ده كتان دبل فيس. ده يختلف عن ايه بقى؟ ده ايه وده ايه؟ ده بلاك اوت. ده كتان. ده تعتيم 70%. ده 100% عشان اسمه بلاك اوت. بس ده كتان عشان فيه ليه طلبه لوحده. في ناس عايزه خفيف، يعني بيعملوا الخفيف السنه ورا، وده تقيل الجناس. تمام. لكن ده بلاك اوت. تمام. في ناس بتبقى عايزه زي ما فهمت. اللي انا شفته هناك ورا ده كتان فريلي. ورا الكنبه. اللي هو من الموديل ده اسمه كتان فريلي. ده فين بقى هنا؟ ده الكتان ده بيتباع ب 250، عندنا احنا 180 جنيه. ده ب 180 جنيه. احفظوا بقى الاسعار علشان ايه تبقوا عارفين. الوانه بقى عندي الكتان الفريلي. بص كده، ده اللي هو في العرض. لا اللي في العرض الكتان ده عجبني قوي. يعني يا سبحان الله، تشوف الحاجه كده غير لما تشوفها وهي متفصله. وهي متفصله حاجه تانية. بيكون عرض عرضين، عرض 3 متر. بص التفاصيل بتاعتها. ده بيتباع انا وريتها لكم في العرض اصلا هناك معموله ازاي. ده الوانه ايه؟ كل الوان موجوده. تمام. سعره بيتباع ب 350 بره. يعني احنا متفقين ان الالوان حتى اللي مش موجوده هنا قدام عينينا دلوقتي هي موجوده بالوانها كلها فوق. بالظبط. عندي الكتان ده ستاير برضو، عرض عرضين. تمام. بيكون في كل الالوان، والناس اللي بتحب الحاجه اللي تكون. ده سعر المتر فيها كام؟ ده المتر بتاعه 170 جنيه. 170. ده 170. وده كام؟ الفراري ده بيتباع ب 350، عندنا احنا 230 جنيه. 230. عرض عرضين. ده اغلى حاجه دلوقتي اللي هو البلاك اوت. اللي هو عازل خالص. اي حد بيتفرج على الفيديو برضه فاهم في الستاير، عارف يعني ايه بلاك اوت كتان امريكي. تمام. تقيل عشان في منه خامات خفيفه، احنا ما بنشتغلش بيه. لا ده انا مسكتها اصلا على ايدي ما قدرتش اشيله. ماشي. عندنا ده ايه بقى؟ ده عجبتني قوي برضو. دي زي اللي هي ده زي اللي في العرض. الموديل انا عجبني قوي اللي في العرض. ما اعرفش بقى عشان متنفذ قدام عينيا. بص اي حاجه في التنفيذ بتكون يعني حتى القطيفه الحمراء عشان قدام عينيا ومتنفذه والالوان ماشيه مع بعضها وكده عجبتني. عندي الكتان ده برضو. خلي بالك احنا في عالم الستاير الشيفونات احنا ما خلصناش. في كتان وفي شيفون. احنا ما خلصناش حاجه اساسا يعني. في حاجات كتير لو حضرتك قعدت تعرضيها مش هتخلص. انتوا بجد محتاجين تنزلوا هنا على ارض الواقع وتشوفوا. كل الازواج. على ما ان شاء الله باذن الله، بس نظبط حوار التليجرام وان احنا نصور كل حاجه تبقى واضحه ونصورها وهي حاجات متنفذه. كتان عرض عرضين. ده حلو قوي. دي رايقه قوي برضك وشياكه. وما بتحبش حاجه يكون فيها تشبيه كده. كتان ساده حاجه سيمبل. حاجه سيمبل قوي. ب 250، عندنا احنا 170 جنيه بس. 170. ده ستاير. ده ستاير. انا لحد دلوقتي كل اللي شفته ستاير لكن مفيش تنجيد. اوري بقى حضرتك مش التنجيد. ماشي. انا بس ده انا ما شفتهوش غير ان عشان انتوا عاملينه في الديكور هنا كده. ده حلو قوي قوي بجد. يتعمل منه بياضات للانتريهات وكوشنات في قمه الجمال. انت على فكره ممكن تعملوا كمان 2 كوشن منه على السراير في التصوير
في ديكورات الملايات. 2 كوشن كده في وسط طقم السرير، وانت عامله حاجه منقوشه ومحتاجه حاجه ساده مثلا باللون ده، فتقدري تضيف 2 كوشن يبقى شكلهم حلو جدا. وريني كده. في بقى الشغل بقى نازل ايه ده جديد بقى؟ دلوقتي. ايه الجمال ده بقى؟ ده ايه ده بقى؟ كتان. ده تحفه. ده شغل فخر. لا انت هتمسكها بقى كده ثواني، وانا بقى اقرب الكاميرا كده علشان ايه الموضوع ده طلع كبير ده في عالم التنجيم. يكون معالج. ده اللي هو ضد الميه، البيبس، يدل عليه بيبس، شاي، اي حاجه، معالج. ماشي. في ده الساده بتاعه والمنقوش مع بعض. انا مش قادره اوصف جمالها، مش قادره اوصف جمالها بجد. ده المتر فيها بكام؟ ده اكيد ده بيتباع ب 270 بره و280، عندنا ب 200 جنيه المتر. ده عرضه ايه بقى؟ متر ونص، وماشي التنجيد كله بيبقى ستاندر متر ونص. تمام. في عندك ده حلو قوي، ده حلو قوي بجد. هو ده اللي انا مسكته ده، بس ده غير ده. لا دي حاجه ودي حاجه، بس هو نفس الماتيريال، نفس الشكل، بس دي فرق ماتيريال، بس الفرق في التحديده نفسها بتاع التجزيع. يعني مثلا ده محبب بالشكل ده، انتوا شايفين الرسمه بتاعته اكتر ده على التاني. يعني شوفوا ده عشان بس محطوط هنا كده في الديكور كان شديدني ازاي. ده على كتاي. لا ده ضد ده الظهر بتاعه مختلف عن التاني. ده شغل نضيف جدا ومحترمه جدا، والوانه كلها بقى تخيلوا بقى درجات الالوان كلها متوفره. عندي بقى الكتان الالوان كلها الموضه اللي نازله ترند كلها موجوده. بصوا الكافيهات، بصوا بقى المسح ده. عايزه اوريكم حاجه، في حاجه مسحه هي غير اللي هي تحس يعني المسح ده بيقول عليه ايه؟ باندا. ده باندا يعني بص انا اول ما باخد بالي ان ده المسح منه، ده المسح منه، وده يعني ممكن تدخلوه مع بعض كده بالظبط، بيكون الماتش بتاعه ساده مع منقوش. هات كده يا محمود. بصي كده يا فندم، برضو الكتان ده ووتر بروف، واللي يقول لك ووتر بروف لازم يعمل لك عينه كده قدامك ان تبقى ووتر بروف. امسك كده يا محمود، حط الميه كده، سحر ولا شعر بس. كوب اهو. ده الشغل ووتر بروف، بيكون معالج. كب عليه بقى شاي، بيبس، اي حاجه، ما يبقعش معاكي، وسهل التنظيف بسهوله. الظهر بتاعه بيبقى بالشكل ده كده. تمام معايا. الكتان ده بيتباع ب 250 و 220، عندنا 150 جنيه. احفظوا الاسعار، ما حدش يرجع يسالني انا على الخاص. الاسعار في الفيديو، ما لاقيش حد داخل لي على الخاص بالله عليكم يسالني هو كان بيقول عليه ايه يا مؤمل. هي الاسعار على الفيديو فاصل معايا. لا، وفي الفيديو نفسه تحت الفيديو لو سالتوني تاني على الاسعار مش هعرف اجاوب، لان ده مش مجالي. يعني اي حاجه في الملايات كنت هقول لكم على طول على سعرها. لكن بقى الخامه الجديده الشمواه، انا بسمع منه الاسعار زي ما انتم بتسمعوها في الفيديو. دي شمواه اصلي، مش جلد مقلوب ولا قطيفه، دي خامه اسمها شمواه. تمام. ايه حوارها بقى؟ دي خامه ممتازه جدا معاكي، ولا توبر منك ولا تنحي ومعالجه ولا تحرر معاكي برضو، عشان من الخامات النضيفه جدا. دي حته كبيره اهي واضحه شويه. وريني الظهر بتاعها كده برضو. دي مش الحاجات اللي بتبقى لازقه ببعضها اللي ممكن تفصل من بعضها. ده منها فيها. انت فاهم قصدي؟ في الحاجات اللي هي مع كتر الغسيل ممكن تروح فاصله من بعضها. دي خامه محترمه جدا برضو، ووتر بروف نفس القصه برضو. واي حد يجي نعمل له برضو قصه ان هي ووتر بروف. ماشي. احنا قلنا دي سعرها كام؟ دي عامله 200 بدل ده عامله 200 جنيه. ده 200 ودي ده 200 برضو. مقارنة بقى لو هاخد ده يعني حاجه جديده ومختلفه وهي اذواق. عندي برضو الجلد. لكن احنا اللي قلنا فيه منها ساده ومنقوش، ده دي عامله 200 برضو. 200 برضو. يعني كل الرينج بتاع التنجيد طبعا الحاجات دي كلها عرضها متر ونص. بالظبط. عندي حاجه احنا شفنا ده الجلد المقلوب المستورد الساده خالص. ده غير اللي احنا صورناه ده؟ لا ده شمواه، ده جلد مقلوب. ده بيكون ملمس قطيفه، بطانه جلد مقلوب. ده الجلد المقلوب ده اللي كان مطلوب مني. ده عامل 130 جنيه. ده 130 جنيه. 130 جنيه لاي حد يجي على الفيديو. ده تقيل عشان في منه شعبي احنا ما بنشتغلش فيه. الخامه التقيله. تمام. وريني بقى ده احنا صورناه كتان. ده كتان برضو، خامه محترمه جدا برضو، ووتر بروف برضو. ده سعر المتر فيها كام؟ دي سعر المتر فيها 160. تمام. كل اشكال. ماشي. تعالى لي هنا.
قول لي اسعارنا هنا عشان انا لحد دلوقتي مش قادره استوعب الاسعار هنا ممكن تبقى ازاي. بص ده بيتباع ب 500 و 450، ده عندنا احنا هنا عامل 300 جنيه. انا قلت لك الحاجات ده اكيد اسعارها اكيد اسعارها معديه. انا عايزه الريشه دي بقى كل اللي بالستايل ده كده دي نفس سعرها برضه 300 جنيه. تمام. الشغل عند اي براند بره معروف ومشهور هتتباع ب 1200 و800 واحنا ما عندناش الكلام ده. تمام. احنا يعني الحمد لله الدنيا. يعني هو عنده هنا حاجات من اسعار تحت خالص هاديه يعتبر وبرضك معقوله وحاجه مش شعبيه. عايزه حاجه زي كده لحاجات عاليه قوي لو انت عايزه كده. ده عامله 180. ده 180. اقل سعر في اللي احنا عرضناه ده بيبدا من ايه؟ اللي احنا عرضناهم دول كلهم اقل سعر بيبدا من ايه؟ اقل سعر بيبدا من 110. 110. وريني حاجه كده من 110. ده اللي احنا صورناه كل الحاجات اللي هي على اباليك ده 110. ده 110. تمام. وده عجبنا قوي. دي عامله 170. ده 170. الشغل ده 170. طب الحاجات الكتانات اللي زي كده اللي هي المقلمه والمسح الكتان ده دي عامله لها خصم برضه عامله 120 جنيه. ده 120. كنت متاكده ان هي اقل من الحاجات اللي عجباني قوي. كل الحاجات اللي عجباني قوي سعرها معدي. ده بدي دي عامله 180. 180 دي معقول. شكلها قيم قوي برضو وفي نفس الوقت سعرها حاجه زي دي كده عامله 150 في الهادي. مع ان ده هي دي ولا مختلفه شويه؟ لا دي حاجه ودي حاجه، يعني دي اتقل شويه. في حاجه زي كده الثانيه دي اعتقد ان هي تقيله سيكه كده. الثانيه اللي هي ب 180 دي كام؟ دي 120 برضه. 120. احنا بنبدا هنا من اي حد يجي من عندها. لكن كل الحاجات اللي هي كانت واو قوي بالنسبه لي سعرها 180 وانت طالع. دي احنا قلنا على كام؟ 160. 160. ده وده ده اغلى حاجه. ده 300. ده دول اغلى حاجه موجوده. دول يبقوا حلوين قوي قوي مع ماشي التنجيد بتاع الانتريات اللي انت قلت عليه. الباندا ذوق حلو ما شاء الله. في حاجه زي دي كده برضه عامله 180 جنيه. تمام. بس عشان انا كده طولت عليهم الفيديو. قول لي اسعار المكرميات. اسعار المكرميات في حاجه ب 300 في حاجه ب 500. قول لي كده شاور لي على اي واحده واديني اسعارها. دي عامله 250. دي 250. هات اللي وراك دي اللي هي بتتحط ديكورات في اوضه النوم اللي فوق دي هي دي مع بعضها ولا دي لوحدها ودي لوحدها؟ لا دي لوحدها ودي لوحدها. صح كده. دي 250 دي 250 برضه. ماشي. في حاجه زي دي كده 250 برضه 250. حلو والله. في شغل المكرميه المرايه دي الشغل الجديد ده برضه. مرايه ممكن ده في طرقه بتاع. دي عامله 450. تمام. حاجه زي كده ب 450. في بقى قول لي بقى اللي عليهم في العرض. خلينا هنا الاول كده اللي هي بتاعه 3 مرايات ده تبقى في فوق بتبقى في الانتريهات في ركن في البارات صح؟ فوق البار. حاجه زي كده ب 350. تمام. 350 دي عامله 400. استنى بس اللي فيها دوريه دي بتبقى بالواحده. بالواحده. تمام. دي ب 450. في حاجه زي كده دي في اوضه النوم بشوفها ورا السراير حلوه قوي. دي عامله 650. 650 جميله والله. وهيتعمل خصم لاي عروسه هتيجي ان شاء الله باذن الله. انا عايزاكم تشرفوني بقى عشان ايه كل شويه كده ننزل نصور فيديوهات على التشكيل الجديد. بص اللي فيها ده الريشه دي عامله 450. 450 واللي تحتها اللي تحتها 650. 650. بص بقى وانا طالعه كده على السلم كان في بص كذا حجم صغير لكبير. الكبيره خالص 600 واصغر حاجه بقى تحت اصغر حاجه دي 250. لا جميله بجد رايقه قوي. تعبتك معايا يا محمد. اختم الفيديو بقى. شكرا الف شكر. انا كده خلصت لكم فيديو الستاير. ان شاء الله الفيديو الجاي هصور لكم فيه الدور الثاني اللي فيه العمريه البورصه المفتوح وعمريه البورصه المقفول. وبعد كده هنطلع على اعلى خامه اللي هي القطن الصافي 100% التبراك. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.